السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اتفقنا على أنه كان انتصار كبير لفريق ليفربول في الكثير من الفوائد على مستوى المنظومة، على مستوى إعادة الهدوء، على مستوى الاستفادة من عودة بعض المصابين، وعلى مستوى هذه النتيجة الثقيلة جدا في مرمى كريستال بالاس. فوز في كثير من النقاط الإيجابية، بداية في ظهور مينامينو في المباراة كبديل وإشراكه في المكان اللي ممكن يخدم فريق ليفربول. الجانب الآخر هو عودة فيرمينو إلى الصناعة وإلى الازدهار وأيضا التألق في هذه المباراة مشاركة مع ساديو ماني. مسجل في مباراتين متتاليتين فيرمينو. نعم، لم يسجل، لم يصنع، كان مبتعد لمباريات كثيرة جدا، ولذلك اليوم حضوره كان رائع جدا في المباراة، وحضوره مميز في عملية التسجيل والصناعة وأيضا العمل الجماعي مع فريق ليفربول كمنظومة متعارف عليها أيضا في المواسم الماضية. الشيء الآخر هو أيضا كثرة الحلول بالنسبة لفريق ليفربول، وكثرة الفرص بالنسبة لفريق ليفربول، وكثرة أيضا الوصول إلى المرمى، وبالتالي كانت هناك في أكثر من طريقة للوصول، ليس فقط العمل الجماعي يقوم فيها الفريق، إنما أيضا في وسط الملعب بالرأس. نعم، وسط الملعب يأتي هندرسون، يأتي فاينالدوم، يأتي كيتا، يأتي مينامينو، أسماء يعني لها جانب هجومي ممتاز. أيضا دخول صلاح أعطى أيضا إضافة ممتازة جدا مع الثلاثي في الجانب الهجومي، والتعاون ما بينه وبين أيضا فيرمينو كان مصدر خطورة وإزعاج بالنسبة لكريستال بالاس. كريستال بالاس في الجانب الدفاعي كان سيء جدا للغاية، قد يكون نوعا ما يعني ليس بيومه، ولكن هو ازدهار فريق ليفربول وتألق لاعبينه أظهر لنا جانب مغاير مختلف بالنسبة للفريق، وأظهر الفريق بصورة ضعيفة جدا. حضور صلاح الجيد داخل منطقة الجزاء، متابعته الكرة اللي رادة من ماتب، وجوده وأيضا تسديد، وقدرته على يعني اتخاذ القرار بصورة سريعة، هدف في تكنيك عالي من هذا اللاعب بالزاوية البعيدة على جويتي. الشيء الايجابي انا بوجهه نظري، ما ادري عن محمد يتفق ويختلف معي، ايجابي ما حدث لساديو ماني. هو صار يختلف كثير معك فتره اخيره، فغالب يختلف حبيبي. يعني احنا احساس اللاعبين اللي حدث لساديو ماني حدث لصلاح في مباراه برايتون، هذا شيء انا اشوفه ايجابي، ان اللاعب بده يلعب وعنده شيء وعنده اصرار، لكن السلبي فيها منتصر باربع اهداف. هي رده الفعل، السلبي هو رده الفعل اللي يظهرها للجميع فقط لا غير. لكن اصراره مثل هذه التصرفات يضع المدرب في موقف محرج. طبعا شوف خروجه مستاء، اكيد مستاء، يعني حتى ما كمل 60 دقيقه، يعني المتعارف عليه والنظام اغلب المدربين بعد 60 يبدل، لكن هو اخرجه بعد 60 ودفع بصلاح. لكن تسجيل صلاح لهدفين وصناعه هدف ايضا يضع ماني في موقف محرج، انه ما كان له داعي هذا التصرف. طبعا انا اقول لك هذا جانب سلبي، لكن الايجابي ان هناك في رغبه من الداخل. لكن شوف شو اسمه فيرمينو لما طلع ولا في دماغه، فيرمينو يضحك، لا ولا في دماغه، ده بيعمل اعلان لسنانه. فيرمينو يضحك، يطلع اثنين مثلا يكون عندهم مشكله، صلاح وماني مع بعض، هو يطلع يضحك زين مغلوب الفريق او فايز وهو قدم مباراه كبيره المفروض يكمل، يطلع يضحك، ما عنده مشكله، انا مالي، هذه شخصيه مختلفه للامانه. فانا بوجهه نظري هذا جانب ايجابي، لكن السلبي في عمق التصرف لفريق لساديو ماني. هنا ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم: صلاح ينفرد يبتعد بفرق هدفين عن سون وعن كالفرت لوين، وبفرق 3 أهداف عن جيمي فاردي. المزيد من الايجابيات من هذه المباراة لصلاح لليفربول الذي يصبح اول فريق يتخطى حاجز 30 نقطة بالوصول الى النقطة 31، يوسع الفارق بشكل مؤقت الى 6 نقاط بينه وبين توتنهام صاحب المرتبة الثانية، ساوثهامبتون وليستر في المرتبتين الثالثة والرابعة. رأيك فيما حدث في هذه المباراة؟ الحديث ما قبل المباراة ثم خروج ماني بهذا الشكل ثم تسجيل صلاح للثنائية في هذه المباراة. يعني هي سباعية نتيجة كبيرة وعرض هجومي مميز، ال8 9 تسديدات اللي راحوا بيهم جابوهم 7 أهداف، فبالنسبة لي فعالية مميزة للفريق ككل. أولا أنا إحساسي ممكن أكون مخطئ في هذا الإحساس، ليفربول لا يعامل صلاح كأنه نجم، ليفربول لا يعامل صلاح كأنه نجم. ماني ممكن يقول نفس الكلام. ايوه ماشي، بس لازم صلاح نجم. شوف تعامل اليونايتد مع برونو،
برونو بقى له كام شهر مع اليونايتد؟ في السماء 6-7 شهور. صحيح. متبروز صح، نجوميه، كابتنه، جوائز، جائزة الشهر، جوائز. انما لا، صلاح لا يقل، بل ازداد اهميه وازداد تميز. دوري وتشامبيونز ليج طبعا. فانت لازم تحطه، انزلوا القوم منازلهم. هو نجم غصبا عن اي حد بمستواه. بس انه ما بدا مباراه اليوم اساسي، هذا السبب في كلامك ولا لا عموما الكابتن؟ لا عموما يا محمد، ممكن النهارده بيريحوا ده وضع طبيعي. ممكن الروتيشن في بعض الاحيان، ظرف المباريات، ضغط المباريات في بعض الاحيان. بس ممكن كلوب محمد يرد عليك يقول لك انا فلسفتي انه احنا فريق، انه الكل نجوم، انه عامل ناس سواسيه. حلو. بس انا بقول لك ممكن ده احساس الخاطئ فيه، انما يحسب لصلاح انه تعامل مباراه تعامل بجديه باحترافيه ونازل كويس قوي، لعب 33 دقيقه مميز، هدفين وصناعه هدف. فبالنسبه له دي حاجه تحسب ليه. فرحته بعد الاهداف ما احس ان هي ما بيفرحش قوي، ناقصه شويه، حتى مباراه توتنهام ناقصه شويه. الهدف ده هدف مميز، هدف عالمي بالنسبه له، يحط لجوه ويحطها في البعيده. فدي حاجات مميز فيها، فيحسب له انه تعامل باحترافيه. هو عمل انترفيو، حوار صحفي، نزل منه بعض الاجزاء اتكلم فيها على شاره الكابتن، انه كان يحب ان هو يكون شارك كابتن في مباراه مثل في دوري الابطال، وانما ده قرار المدرب واحترمه. بس هذه ثاني مره في شهر ونص محمد تثار قضيه الشاره بعد قضيه المنتخب. طبيعي الموضوع؟ هو في المنتخب مش حقه، لان في المنتخب ماشيين بالاقدميه، انما في النادي في اقدميه يبقى من حقه. فهو بيبحث عن كان دوره في الشامبيونز ليج، اللي هو دوره. وبعدين لما يكون نادي اوروبي ولاعيب عربي يبقى كابتنه، يبقى حاجه حلوه. منتخب مصر ده شرف انه يبقى كابتن في اي حته في اي وقت. فبالنسبه له الامور دي حساسه شويه. بس انت وانت تلعب كان اخر همك الشاره صح؟ ولا كانت تعني لك؟ لا يعني بتبقى شرف حلو اللي انت بتبقى بتحط في السي في بتاعك ان انت كنت كابتن منتخب بلدك. هذه لمسات يا كابتن. هو دايما ناحيه 34 لمسه في 33 دقيقه تقريبا، لمسه كل دقيقه. ايوه طبعا ناحيه اليمين اشتغل كويس، لمسه واحده داخل منطقه الجزاء بالهدف. فالنهارده هو اتحرك كويس في خلال ال 33 دقيقه اللي لعبها. هدف كل 82 دقيقه، معدل حلو قوي في الدوري الانجليزي، الدوري الاسرع والاقوى بالنسبه له. 13 هدف في بدايه الموسم في اول 13 مباراه، ممتاز، معدل امتياز. انه ينافس على لقب الهداف في المواسم الاخيره النهارده بالنسبه له حاجه كويسه، تاكيد استمراريه طبعا. فلازم النادي يبروزه، يحطه في بروازه الطبيعي. نجم، تعامل النجم ازاي تريحه، ازاي تديله الماتشات، ازاي تبروزه، ازاي تهيئه انه مش هيلعب النهارده، ازاي تحطه في الكباتن القدامى بالنسبه للنادي. كل دي حاجات مهمه، هي حاجات بسيطه اللي تبان للمشاهد بسيطه، انما هي حاجات مهمه. لازم تبروز النجم، لازم تبين مدى تاثيره ومدى نجوميته. مش عيب، كل نادي بيبحث عن نجمه وهو النجم الاول. باستمرار ذلك هل يمكن ان يجعله يفكر جديا في البحث عن تجربه اخرى؟ هو ادرى باموره يا محمد، وادرى بالظروف الموجوده، ظروف النادي. وهو دلوقتي بيلعب في نادي كبير والمشروع كويس وعنده مدرب محترم، والمشروع المشاريع الاخرى اللي في اوروبا لسه هتبدا تكوينها، زي برشلونه محتاج ان هو يعيد بناء فريقه، ريال مدريد عنده نجوم ولسه في مرحله انتقاليه هيفكر في بعد كده في بدايه الموسم القادم في اتيان بصفقات جديده ونجوم كبار. فهو محتاج هدوء شويه منه، محتاج يخرج اللي جواه مع مدربه ويخرج المشاكل بس بعيد عن الاعلام. بعيد عن الاعلام، انا ما بقولكش في الاعلام، لا بعيد عن الاعلام. هو الفتره الاخيره تحس احيانا اللي في قلبه على لسانه يعني. هو طيب يا محمد، هو ما عندوش الخبث، ما عندوش المكر، هو بيشتغل على طبيعته. بس احيانا تحتاج دبلوماسيه والتحفظ في هذا المستوى، ويخرج اللي جواه، لانه زي ما بقول لك هو من طبيعه الكتوم، بيكتم جواه. فلازم المدرب، واعتقد كلوب عنده المقدره دي او الموهبه دي، يطلع اللي جواه عشان يطلع افضل ما لديه. لانه النهارده انت مش محتاج صلاح، المباراه الاولى او الشوط الاول انت كسبان، فانت النهارده غيرته ونزل وكسبك وجاب هدفين وصنع هدف. فالنهارده عشان تحتاجه المباريات القادمه، المرحله الصعبه بتاع ضغط المباريات، تطلع افضل ما لديه وتهيئه كويس نفسيا. فالنهارده سباعيه، صداره، حاجات كلها ايجابيه، انما الحاجات الصغيره اللي ما بين النجوم لازم المدرب يبقى له دور فيها. وهذا السؤال لك، هل ما يحدث الان وحدث مباراه اليوم خاصه مع خروج ماني يجب ان يمر مرور الكرام بالنسبه لليفربول ويورجن كلوب، ولا هناك علامات استفهام عندما تفوز بالسبعه وما زالت هناك بعض الحساسيات اللي اصبحت ظاهره الان للاعلام على المدرب ان يقف موقف حاسم معها؟
ولا الامر طبيعي؟ هو هذا ليس التصرف الاول وليس الاخير في فريق كلوب بدام وجود صلاح وماني. الكل يريد ان يكون هو النجم، وهذا تنافس ممتاز بمصلحه الفريق، لكن الجوانب السلبيه ما نراه. يعني حادثه ملعب بيرلي لغايه الان موجوده، وحادثه ملعب برايتون، والان هذه الحادثه، ولا نعلم ما يحدث في غرف الملابس. لو قراءة المشاعر بالنسبة لماني وصلاح صارت واضحه، اي مشاهد يستطيع يقول لك مش سعيد. واضحه، وترى هذا اطيب الناس، اللي تكون مشاعره واضحه على وجهه، هذا انظف الناس واطيبهم، واضح، غير اللي في قلبه داخل وما تدري انت هل هو سعيد ولا بس هذه حزنان. مشكله في انجلترا، لان على طول تصبح قصه تظهر. اليوم راح تكون يعني حديث الساعه ما حدث لماني وصلاح وجلوسه على دكه الاحتياط. يعني دائما المشاعر تكون واضحه بالنسبه للاعبين. الجانب الاخر اعتقد انه يعني يجب ان يحل مشكله صلاح وماني كلوب. تفضل محمد ان صلاح يبحث عن انجازات، واعتقد انه مع ليفربول حقق الكل. مرحله التغيير مهمه، مرحله بحث عن مغامره اخرى مهمه، ومرحله انتقال الى دوري اخر ايضا جيده بالنسبه لصلاح. احيانا انت في بيئه ممتازه، هناك احتضان، الامور سليمه، فريق ممتاز في كثير من النجوم. نعم، ليش تجيب نفسك المشاكل؟ يعني لو راح اليوم لبرشلونه مثلا، برشلونه يغرق في دوامه مشاكل اقتصاديه وفنيه ومشاكل بين اللاعبين. ريال مدريد ليس في افضل حالاته. هو انتظار لانتقالات شتويه هذه. صيفيه ولا شتويه؟ لا، اول شيء انتقالات شتويه. لا، ليش انتقالات شتويه لبرشلونه؟ هناك لابورتا ونزل نفسه للرئاسه. بس في مشاكل هل سوف ينجح؟ ماليه في كل العالم. تمام، هل هو سوف ينجح ولا لا؟ هل ميسي باقي مع برشلونه ولا سوف يرحل؟ هذا بالنسبه لبرشلونه. ريال مدريد، لا، انا اقول ريال مدريد يروح من الشتاء. مكانه موجود مكانه اساسي، اكثر هدوءا واستقرار وقياده من زيدان، وايضا الكل مبسوط هناك. الحكومه مشعل، الحكومه هناك عندهم بس هو احنا مش عاوزين نسبق الاحداث يا محمد، لانه هو لعيب كبير وهو ادرى باموره وظروفه، لان مساله التغيير هي مساله صعبه. صحيح. مش مساله سهله. بس هي جزء من كره القدم. ايوه طبعا. اولا هو عنده مشكله، سعره غالي. اي نادي هيشتري صلاح 150 مليون يورو على الاقل. فالنهارده مين اللي عنده المقدره الماليه انه يحط 150 يورو على الترابيزه وليفربول يستغنى عنه؟ قليل. احنا سابقين، ممكن احنا بنسبق الاحداث والظواهر الموجوده تدل ان هو مش مستريح. مش معنى ذلك ان انا عاوزه يمشي، لا، انا عاوزه يقعد مستريح ويبروزوه صح، لانه نجم، غصب عنهم نجم، وغصب عننا كلنا نجم بمستواه، مش عشان هو مصري ولا اسمه محمد صلاح، لا، عشان مستواه وارقامه وانجازاته. فالنهارده دور النادي لازم يبروز نجومه. اي نادي عالمي لازم يبقى له رقم واحد في النجوميه. رقم واحد في النجوميه ليفربول هو صلاح، مع احترام الفيرمينيو، مع الدور الكبير لماني، مع فان دايك، المجموعه ككل. النهارده زي ما بقول لك يا محمد، اديتك مثال، اليونايتد بروز برونو اللي بقى له 6-7 شهور، اللي لسه جاي ابن امبارح واداله الكابتنه. هو يقل عن برونو؟ فنقول لهم ايه؟ بروزوه على وزن خللوه. الشوط الاول كان الشوط الاول صلاح على كلمتك خللوه كان. ننتقل الان الى مباراه اخرى، الى دوري ابطال اسيا لكره القدم، بطوله التي حسمت اليوم في العاصمه القطريه.